السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورني ومشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج العقرب، قراءة من سلسلة بعنوان ليه العلاقة دي لا بتكمل ولا بتنتهي. قراءتك إن شاء الله هتكون بتاريخ 6/3/2026. أتمنى قراءة في حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله وهذا توقعت وليس إلا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العقرب. نسمي بسم الله ونشوف طقطق اليوم يا برج العقرب. حب كبير. العلاقة دي عايزة توازن. عامة هنشوف. والحبيب كمان بيحبك. هنشوف ليه العلاقة دي لا بتكمل ولا بتنتهي. وفي نهاية القراءة إن شاء الله هناخد ليك يا برج العقرب يلي محتاج فلوس. العقرب عايز فلوس، والله لو معايا فلوس يا أبطال لدغدغ الدنيا، هدغدغها دغدغة. ماشي. في نهاية القراءة هنشوف الشخص ده بيقول لك إيه في رسالة عاطفية. أتمنى لكم التوفيق والسعادة أصحاب برج العقرب. نسمي بسم الله وننطلق بطقطق اليوم يا برج العقرب ونشوف العلاقة دي ليه لا بتكمل ولا بتنتهي. الطاقة اللي قدامي دلوقتي يا برج العقرب بتتكلم عن علاقة ما بدأتش صدفة. أرجو التفاعل مع القراءة عشان أقتبس منك الطاقة يا برج العقرب. واضح إن العلاقة دي ما بدأتش صدفة، دي بدأت من نقطة فيها تقدير متبادل واضح. كأن كل واحد فيكم شاف في التاني حاجة مختلفة عن باقي الناس خالص. كان في شعور إن الشخص ده ممكن يبقى شريك في طريق، مش مجرد علاقة عابرة وخلاص. في البداية يا برج العقرب كان في إحساس إن في إمكانية لبناء حاجة حقيقية، إن أنتم الاتنين ممكن تقفوا جنب بعض وتعملوا شيء ثابت. لكن مع الوقت الطاقة اتحولت من بناء هادي لفضول وتجربة. وفي لحظة من اللحظات العلاقة دخلت مرحلة استكشاف. مرحلة استكشاف. كل واحد كان بيحاول يعرف التاني أكتر، يكتشفه، يفهمه. لكن في نفس الوقت الشعور كان لسه صغير، كان لسه محتاج وقت عشان يكبر ويثبت فعلا. بعد كده حصل اندفاع واضح في المشاعر، وفي لحظة من اللحظات النار اشتعلت بسرعة رهيبة، وكان في تقارب قوي حصل، وكلام كبير اتقال. احساس ان العلاقة ممكن تتحرك بسرعة للامام. لكن المشكلة بقى يا برج العقرب ان الاندفاع ده كان اسرع من استقرار المشاعر نفسها. وهنا التركاية بقى. ليه؟ لان العاطفة بتتحرك بسرعة اكبر من الامان الداخلي، بيحصل ارتباك. الشخص ده بدأ يسأل نفسه فجأة، هو انا رايح فين؟ لا 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 لا، الخطوة دي كبيرة عليا. هي كبيرة عليا ولا لا؟ وده بقى اللي خلق
عنده التردد، والتردد ده ظاهر معايا في الطاقة. العلاقة هنا يا برج العقرب كان فيها شخص قلبه متحمس للحب، لكنه في نفس الوقت خايف من عمق العلاقة. بصراحة الشخص ده لما حس ان المشاعر كبرت بدأ يبطئ السرعة، مش لانه مش حابب، لكن لانه حاسس ان الموضوع بقى اكبر مما توقع. ايوه، مش لانه مش حابب بطئ السرعة، لكن لانه حاسس ان الموضوع بقى اكبر مما توقع هو. وده السبب ان العلاقة بقت مرة تكون فيها حرارة عالية جدا، ومرة تانية تدخل في صمت وبرود غريب مش مفهوم. كمان اللي واضح معايا يا برج العقرب، واضح جدا ان العلاقة دي مرت بمرحلة كان ممكن يكون فيها استقرار يحصل فعلا، وفي وقت من الاوقات كان في تصور لحياة هادية بينكم، لحياة فيها مشاركة يومية، كأنكم انتم الاتنين قدرتوا تتخيلوا نفسكم في وضع طبيعي ومستقر. لكن الصورة دي ما اكتملتش للأسف، لأن بعد الحلم ده مباشرة حصل اهتزاز قوي، شيء هز التوازن بينكم. ممكن يكون موقف حصل، كلمة اتقالت، خوف داخلي، أو حتى ضغط من الظروف المادية أكثر. الهزة دي دخلت حد فيكم في منطقة وحس إن الأرض تحت رجليه مش ثابتة، ومن اللحظة دي العلاقة دخلت في نمط غريب. لا هي بتنهار بالكامل ولا هي بتثبت. كأن كل واحد فيكم مسك خيط العلاقة دي لكن مش قادر يشده للآخر. انت يا عقرب بطبيعتك لما بتحب بعمق، لكن العمق نفسه بيخوفك، لانك عارف ان الحب مش حاجة بسيطة بالنسبة لك. انت بتدخل فيه بكل روحك، ولما بتحس ان ممكن تتوجع او تخسر السيطرة بتبدأ تقاوم. كمان معايا طاقة واضحة جدا يا برج العقرب بتقول ان في تعلق متبادل بينكم، لسه موجود، في ذكريات مشتركة، لدرجة ان فكرة النهاية الكاملة مش سهلة عليكم انتم الاتنين، لأي طرف فيكم. لكن في نفس الوقت في خوف من الرجوع لنفس النقطة اللي حصل فيها الاهتزاز اللي سببه المال للبعض منكم. كل طرف خايف يعيد التجربة بنفس الشكل ويتوجع مرة تانية. العلاقة دي يا برج العقرب واقفة لأن في صراع بين الرغبة في الأمان والرغبة في الحب، وفي جزء من القلب عايز يكمل الطريق، لكن في جزء من العقل بيقول استنى شوية، احمي نفسك الأول. ولما الصراع ده بيكون لسه أو يفضل موجود لفترة طويلة، العلاقة بتفضل معلقة في النص. في طرف في العلاقة دي بيفكر كتير يا برج العقرب، كتير جدا في الماضي،
بيرجع للمواقف القديمة اللي كانت بينكم وبيحللها ويسأل نفسه فين الغلط، فين اللحظة اللي كل حاجة فيها اتغيرت. التفكير ده بيخليه مش قادر يتحرك للأمام بسهولة إن كنت انت ولا هو، وفي نفس الوقت مش قادر يقفل الباب بالكامل. وده اللي مخلي العلاقة تبان كأنها متجمدة، لأنها مربوطة بخيوط مشاعر قوية في أصل الكؤوس. الخيوط دي مش بتسمح بالانفصال السهل، لكنها كمان مش قوية كفاية عشان تدفع العلاقة للأمام من غير مواجهة حقيقية للمشاكل اللي حصلت. رسالتك من قراءتك النهاردة يا برج العقرب بتقول لك إن العلاقة دي محتاجة وضوح وشجاعة أكتر من أي حاجة تانية، لأنها قائمة على مشاعر حقيقية. الحبيب بيحبك، وفر له، اتصرف، وهو كمان يتصرف. في مشاعر حقيقية، لكن المشاعر لوحدها مش كفاية عشان الطريق يكمل. لازم حد فيكم يكسر دايرة التردد ويواجه الحقيقة. يا إما إصلاح يا صلاح حقيقي وبناء جديد، يا إما قرار واضح يحرركم انتم الاتنين من حالة التعلق. معلش أنا حاد في القراءة بس بديها لك وش. العلاقة دي لا بتكمل لأن الخوف لسه موجود، ولا بتنتهي لأن الحب لسه عايش تحت السطح. نشوف الشخص ده بيقول لك ايه في رسالة عاطفية. شخص بيقول لك انا بحب نفسي وانا معاك، خلصانة بشياكة. لازم انتم الاتنين تكسروا الدايرة دي. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج العقرب. اتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو اخر اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.